مشاهدي قناة الإنسان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يوسف شو. اليوم باش نحاول نفتحوا ملف يهم ربما الشباب العاطل عن العمل والاقتصاد التونسي عموما، ألا وهو موضوع ريادة الأعمال. شنو ينجم يضيف موضوع ريادة الأعمال للاقتصاد التونسي؟ لذلك استدعينا المستشار في بعث وإدارة المشاريع الأستاذ نجيب الحاجبي، اللي هو انتربرونور. يعطيك الصحة سي يوسف. ومؤطر وفورماتور يعيشك، يعطيك الصحة سي يوسف. شكرا على الاستضافة، ونشكر قناة الإنسان والبرنامج هذا ممتاز على الآخر اللي تعمل فيه، خاطر معناها نشوفوا في أغلبية البرامج اللي موجودة توا في تونس ماهيش برامج هادفة، والحمد لله اللي فما حاجة كما هكا. يعطيك الصحة. شكرا لك. باهي سي نجيب، أول حاجة نبداو بها لو نعرفوا ريادة الأعمال ولا الانتربرونوريا شنو هي بالضبط؟ ريادة الأعمال والحاجة اللي يغلطوا فيها برشا سواء في تونس ولا في برشا بلايص، انه ديما الناس تعمل خلط بين ريادة الأعمال وبين بعث المشاريع. اللي هي بعث المشاريع هي كلمة عامة نقصد أنا واحد من الناس مش عارف الفرق بينهم. تقريبا أغلبية الشباب حتى اللي يعملوا في المشاريع ما يعرفوش شنو الفرق بين ريادة الأعمال وبين بعث المشاريع. بعث المشاريع هي كلمة عامة نقصد بها أي مشروع نجموا نعملوه في تونس، من أقل معناها مشروع لأكبر مشروع، هذا كله يدخل في بعث المشاريع. ولكن ريادة الأعمال هي صحيح تدخل في بعث المشاريع، ولكن ريادة الأعمال ديما تكون معناها الفرق بينها وبين بعث المشاريع أنه تكون في مشروع فيه تجديد، والمشروع يكون معاصر وفيه تطور وفيه معناها حاجات جديدة. والأهم من هذا الكل مش تجديد أكاهو، يكون ثم سوليسيون، تكون ثم حل المشكلة معينة في مجال معين. أعطينا أمثلة باش نقربوا المشاهد. به ناخذ مثال مثلا، نشوفوا التعليم عن بعد توا في تونس اللي هو بدا بشويه بشويه، اللي هو موجود في العالم عنده سنوات، في تونس بدا بشويه بشويه وقاعد يكبر معناها بشويه بشويه، ما مازال يتسمى بعيد شويه. دونك لهنا هذه تتسمى سوليسيون، هي حل المشكله معينه. فما ناس ما تنجمش تتنقل باش تقرا، واللي يساعدها انه تقرا وهي في دارها ولا في البيرو نتاعها ولا في اي بلاصه يكون فيها ينجم يقرا وينجم يتعلم. دونك هذا من بين الامثله. ولهنا ننصح الناس الكل ماذا بينا كي نعملوا مشروع ديما نشوفوا التجديد وفي نفس الوقت نشوفوا حل للمشاكل اللي موجودين. معناها لو نحب نلخص كلامك، فرق بين رياده الاعمال وبعث المشاريع انه ريادة الأعمال هي نوع من بعض المشاريع، لكنها مشاريع كما نقولوا نحن فيها تجديد، فيها حل لمشكل موجود. يعطيك الصحة. بالضبط، يكون مشروع معاصر معناها فيه شوية تجديد لعصرنا تو، في نفس الوقت يكون حل المشكل معين. بينما بعث المشاريع اون جينيرال هكاك معناتها أي مشروع بروجي كلاسيك تقليدي نجموا معناها لو نعطيو مثلا تو الناس اللي قاعدة تخدم في الدومين تاع البيو مثلا، اي مثلا يدخل في ريادة الأعمال، يدخل في ريادة الأعمال، تنتج مثلا في فلاحة عضوية، فلاحة بيو. يعطيك الصحة. عندنا لهنا الفلاحة العضوية اللي هي بدات كيف في العالم قبل تونس، نورمالمون في تونس تبدا قبل خاطر نحن بلاد فلاحية بالأساس. كيف عندنا توا المنتجات الطبيعية كما في التجميل وغيره، بدينا راجعين للحاجات هذه الكل اللي هي تدخل في ريادة الأعمال، اللي هي جات كحلول مشاكل الأمراض اللي توجدت والمنتجات المسرطنة كما نقولوا. بالضبط. ولهنا أول حاجة كان ثم تجديد، دونك ما كانش قبل عندنا منتجات طبيعية وإلا بيولوجية، دونك مشروع جديد وفي نفس الوقت هو حل للمشاكل وإلا الأضرار اللي تنجم تصير كي نستعملوا دي برودوي شيميك وغيره. هذا بالنسبة للتعريف. نجيو للانتربرونوريا في تونس. نحن كنا نحكيو في الأوف قبل ما نبداو نسجلوا، قلت لي ما نجموش نقارنوا عالم ريادة الأعمال في العالم الكل بالوضع اللي عندنا في تونس. علاش؟ صحيح. به اولا نحن من بين المشاكل اللي موجودين قبل كل شيء انه ما عندناش ثقافه لا بعث مشاريع لا ثقافه رياده الاعمال. معناها عندنا ثقافه سكر كياس. يعطيك الصحه. دونك لهنا تو مثلا التونسي والبسنا عندنا البسنا زاد. بالضبط. دونك التونسي لهنا اذا كان باش يدخل يلوج مثلا في المواقع التونسيه ولا حتى في اليوتيوب وغيره على رياده الاعمال في تونس، ما فماش حاجه كبيره. ممكن تدخل يوتيوب ما فما حتى شيء، ما فما حتى شان تقريبا. انا بيدي عملت شان ما فيهاش حاجه كبيره. دونك منين ياخذ المعلومات؟ ياخذها من برا، يشوف الامريكان شنو عاملين، يشوف الخليج شنو عاملين، يشوف الدول الاوروبيه شنو عاملين. هذا فيه جانب طيب وفيه جانب سلبي كبير برشا. هنا على خاطر هو اذا كان باش ياخذ معلومات من دول اخرى كما امريكا وغيره باش ياخذ معلومات مغلوطه، خاطر مش نفس المارشي
مانيش نخدموا على نفس المارشي، مش نفس الثقافات، مش نفس الثقافه، مش نفس المنظومه القانونيه. تصور يعطيك الصحه. ولهنا فما برشا في تونس دخلوا معناها في مجال رياده الاعمال وعملوا مشاريع فيها تجديد، ولكن ما كانش فما حتى رواج للافكار هذه. علاش؟ على خاطر هو خذا معلوماته من دول اخرى ومن ثقافات اخرى. فهمت؟ به نرجع لك الموضوع تونس. من بين اهم المشاكل انه المارشي نتاعنا صغير برشا. تو انت في اي دوله اخرى، ناخذوا الخليج اللي هو بدا يكبر مؤخرا بشويه بشويه ويتطور برشا، في اي دوله مش حتى الخليج، في العالم الكل اي رائد اعمال تو باش يعمل مشروع وغيره ينجم يبيع للعالم الكل. دونك عنده مليارات، المارشي نتاعو هو مليارات، مانيش نحكيو على مليون ولا. دونك لهنا بينما في تونس هي من اصعب الحاجات انك تسوق حاجه تونسيه لبر. عندنا مشاكل كبيره والدوله مسكره على كل شيء تقريبا. دونك كي باش تعمل مشروع في تونس مهما كان فيه تجديد راهو باش تبيعه في تونس. باش تبيعه في تونس شنو معناه؟ معناه باش تبيعه ل 10 ملايين. محدود 10 ملايين، مش 10 ملايين كل شيء. تصور يعطيك الصحه 10% ولا 20%. فوالا نحن مانيش باش نبيعوا ل 10 ملايين. نحي ديما ما نعرفش السيبل نتاع اي مشروع في تونس باش تبيع المليون تونسي، 500,000 تونسي، اللي معناها ما تنجمش تقارن 500,000 بسيد في بلاصه اخرى ينجم يبيع المليارات وينجم يسوق معناها المنتوج نتاعو العدد كبير ياسر من الناس. هذاك علاش تقريبا عندنا برشا شباب في تونس مبدع ويعمل في حاجه. كي باش نحكيو على رياده الاعمال باش نحكيو على الشباب التونسي. الشباب التونسي معناها بالحق شباب مبدع، عندنا برشا مبدعين ويعملوا في حاجات متطوره برشا، ولكن نرجعوا ديما كيف ما همش لاقين حظهم في تونس لعده مشاكل تو نحكيو فيها من بعد. باهي دونك اذا كان يتحل معناها تتحل اكثر رياده الاعمال في تونس، وخاصه التمويلات اللي تتعطى في العالم للشباب وغيره، والفرص انك باش تسوق لهم في التلافز. تو نشوفوا في برشا معناتها انا نعرف شخصيا برشا مبدعين وبرشا عاملين مشاريع متطوره، ولكن المشكل ما فماش تسويق اعلامي للحاجه هذه. والتسويق الاعلامي مهم على الاخر، خاطر التلفزه تحب ولا تكره معناتها من بين اهم الحاجات اللي نجموا نسوقوا فيها الابداع نتاعنا. المشكل الثاني هو مشكل التمويل، اللي هو مشكل كبير برشا، مش كيما في الدول الاخرين. فما برشا منظمات تدعم المشاريع هذه بمبالغ كبيره برشا، مبالغ خياليه، اللي تخليه معناها يعمل المشروع نتاعو على الاسس اللي يحب عليها ويسوق المشروع نتاعو للعالم الكل. نحن نجموا نعملوا هذه الكل خاطر عندنا الابداع وعندنا الافكار وعندنا كل شيء. والطاقات الشابه يعطيك الصحه، وعندنا الطاقات حتى التعليم متميز. يعطيك الصحه، كل شيء متوفر ما عدا الدعم المادي اللي نجم يكون من الدوله والا من المنظمات، وكيف التسويق للحاجات هذه. انا مازلت في نفس السؤال هذا باش نجيو الصعوبات والايكو سيستم. شنو ينجم يقدم رياده الاعمال لو يفتح لها المجال في تونس؟ اسكو مثلا نجم يخدم برشا عباد، يجيب موارد رزق، ما نعرفش. طبعا هو عالم رياده الاعمال والمشاريع وغيره من بين الحاجات اللي نجم يقدمها معناها، ومن اهم الحاجات هو خلق مواطن الشغل. ونحن عندنا مشكله كبيره في تونس، البطاله عندنا برشا وغيره. دونك باش يحل المشكله هذه بسهوله كبيره ياسر، خاطر فما مشاريع نجم تخدم مئات عشرات ولا حتى الاف العباد. دونك هذا اول حاجه. ولهنا كي نخلقوا مواطن شغل دونك باش نحيو الضغط شويه على الدوله من في الوظيفه وغيره. ورياده الاعمال ما هيش معناها موجهه فقط لمواطن الشغل، خاطر تنجم اول حاجه تحل اسواق جديده في العالم، نجموا نسوقوا المنتجاتنا في العالم الكل، ولهنا نسوقوا حتى للدوله نتاعنا وشنو تنجم تعمل اذا كان جاء فما تسهيلات معناها. لهنا باش تربح الاطراف الكل. اول حاجه باش تربح الدوله من المداخيل اللي تنجم تدخلها المؤسسات هذيا اذا كان باش تبيع للعالم الكل السيرفيس والا العمله الصعبه اللي باش تدخل. ديجا نحن عندنا مشكله من الناحيه هذه بالضبط. هذه اول حاجه. دونك باش تولي عندنا عمله صعبه خير من قبل برشا. الحاجه الثانيه اللي حكينا فيها اللي هي مواطن الشغل، كيف باش نقصوا برشا من البطاله وغيره. وفما برشا حاجات اخرين زاد كيف من بينهم انه نسهلوا الحياه العمليه للناس. هي رياده الاعمال ديما تجي في شكل حلول عمليه لحياتنا اليوميه، معناها ديما فما حلول نسهلوا اكثر دونك الحياه اليوميه وغيره. لهنا خليني باش خاطر المشاهد ما يقعدش فلو عنده الحكايه. الصعوبات نحب نوخرها ديما باش نحكيو. نحب نسالك على اسكو فما في تونس مشاريع نتاع رياده اعمال ناجحه
انت مريت بها ولا شفتها ولا حتى نسميه مجال مفتوح نعملوا بوبليسيتي؟ لا، موجود عندنا برشا في تونس، معناتها رواد اعمال نجم نسميهم. مثلا فما اون ابليكاسيون توا اسمها جوابي بوان تي ام وجوابي بوان كوم. جوابي هذه هي عباره على منصه تنجم من خلالها تبعث اي حاجه من تونس للعالم في ظرف 3-4 سوايع. يعني المنصه هذه باش تجمع الشخص اللي عنده كولي ولا عنده حاجه باش يبعثها لبرا بين الناس اللي تسافر كل يوم لبرا. ممتاز. دونك هي باش تعمل لقاء بين الزوز هذوما، خاصه ساعات يبدا عندك خوك في فرنسا ولا غيره حاجته بوثيقه اليوم لازمها توصله، اذا كان ما وصلتوش اليوم تنجم تصير له مشاكل. المنصه هذه سهلت برشا، انت تدخل للموقع تحط الديستناسيون اللي حاجتك بها ويخرج لك شكون الشخص اللي يتعامل مع المنصه هذه، وفي نفس الوقت باش يخرج يعطيك صح. فما مقابل طبعا، فما مقابل الحكايه هذه، يخرج لك الشخص اللي هو اليوم باش يخرج من تونس للبلاصه اللي انت حاجتك بها، يهز لك القضيه نتاعك وتوصل في 3-4 سوايع، مش تشد 3-4 ايام اذا كان باش تبعثها بالبوسطه وغيره. هذه من بين الامثله وغيره. فما برشا واللي هي تقدم حل للمشكل، يعطيك الصحه، وحاجه متطوره. بالضبط، هي حاجه متطوره، يعني عباره على بلاتفورم اون لين، معناتها حاجه متطوره وتحل المشكل نتاع الروتار اذا كان انت باش تبعث حاجه من دوله لدوله. وابار مشكل الروتار ساعات انت تبعث حاجه دي فالور تخاف عليها، اذا كان باش تبعثها بالبوسطه تنجم تخاف تتكسر تتسرق وغيره. دونك لهنا الموقع هذايا فما ضمانات تخلي الحاجه هذيك توصل وفي الوقت اللي تحب عليه. هذه من بين الامثله، فما برشا امثله، عده امثله. اعطينا امثله. ما نعرفش فما التجربه نتاع الشركه التونسيه اللي تعمل توصيل بالسكوتر. يعطيك الصح. كيف الشركه هذه تحكي على انتيجو فوالا. وكنت عملت حوار مع السي او المؤسسه نتاعها. كيف انتيجو معناتها هي مؤسسه ناشئه في تونس، واللي هي كيف نرجعوا فيها تجديد، معناها ماهيش تستعمل في الكرهب كما الشركات اللي جاوا قبلها الكل. دونك هي تستعمل في السكوتر. والحاجه الثانيه نرجعوا ديما للاهم نقطتين، اول حاجه يكون فما تجديد، وكيف مع التجديد فما حل المشكل. لهنا باش نسالك سؤال اخر ممكن هو داخل في الصعوبات. تو كيما انتيجو وقت اللي الشركه معنا حبت تبدا تخدم وعملت المنصه نتاعها وكل شيء، لقات معارضه كبيره من سواق التاكسي ومن اللوجستيه. فهمني؟ ربما الحوايج اللي فيها تجديد ساعات ما يقبلهاش السوق. صحيح، كلامك صحيح لهنا. خاطر شوف، اذا كان انت باش تجدد اولا اول مشكل ينجم يعترضك هو الثقافه نتاعنا. مثلا قبل ما نوصلوا لسواق التاكسي وغيره اللي كان عندهم مشكله مع الشركه هذه، حتى المواطن في حد ذاته فما شكون عنده مشكله انه يبعث بنته والا اخته والا مرته باش تركب مع سائق وحده، معناها هكاك. دونك هذه اول مشكله. كيف المارشي اللي باش نخدموا عليه نحن باش نفكوا بار دو مارشي من عند لي تاكسيست وغيره ولا شركات التوصيل. دونك باش يكون فما عده صعوبات. لهنا المشكل مش في وجود الصعوبات هذه، ديما نشوفوا كيفاش نجموا نتخطاو الصعوبات نتاعنا ونوصلوا للشيء اللي حاجتنا به. باهي، لهنا باش نحكيو قبل ما نوصلوا للصعوبات ونشهر بين منها، خاطر هذاك حجر الاساس تقريبا في الموضوع هذا. قانون ستارت اب اكت، شفتك حكيت عليه قبل مره. المؤسسات الناشئه هذه اسكو قدم حاجه جديده؟ اسكو معناها يعتبر حل ولا لا؟ والله قانون ستارت اب اكت من بين اهم الحاجات اللي عملتها الدوله التونسيه. نحن ماناش باش نحكيو كان على الحاجات اللي كان على المساوئ، دونك هذه نقطه تحسب للدوله التونسيه. مشروع القانون هذا فيه عده امتيازات. ناخذوا من بين الامتيازات هذه انه الشركه اللي باش تاخذ اللابيل هذه نتاع ستارت اب باش يولي عندها كونتون دوفيز. شنو معناها كونتون دوفيز؟ معناها الشركه هذه باش تولي تنجم تبيع وتشري من العالم الكل، مش كيما خاطر ما عندنا حتى شركه. عندنا مشكله كبيره للتونسي في الشريان من برا. بالضبط، مسكره الحكايه هذه، مشكله كبيره ياسر. نحن عندنا مشكله في الشريان من برا باش نستوردوا اي حاجه، مشاكل كبيره. واذا كان باش نصدروا ما عندناش مشكله، ما العراقيل هي الاداريات، فما برشا اداريات باش توصل تصدر لبرا. الشركات هذه معناها تقريبا نحن ما عندنا حتى شركه في تونس عندها الحق في كونتون دوفيز، ما عدا شركات التصدير والتوريد.
واليوم ولاو عندنا معناتها العباد اللي يعملوا في دي ستارت اب وياخذوا اللابيل هذه نتاع ستارت اب باش يولي عندهم كونتون دو فيز، ولهنا يسهل لهم اكثر انهم يسوقوا الخدمات نتاعهم ولا المنتجات نتاعهم للدول الكل، وفي نفس الوقت ينجموا يستوردوا الحاجات اللي يستحقوها الكل بكل سهوله. معناها هذه اهم ما جاء في القانون نتاع تو انت خلينا نسالك بين قوسين الحديث اللي تقال على انه البنك المركزي خاف وقانون الصرف هذا اللي معمول انه نخافوا معنا باش تخرج برشا دوفيز تخرج برشا فلوس، اسكو هذا عنده وجه ولا لا الحديث هذا؟ والله شوف احنا ديما في تونس معناها ديما وين تسال على علاش ما نجموش نشريو من برا كيما العالم الكل، ديما تكون الاجابه انه خايفين معناتها على العمله الصعبه وانه تخرج فلوسنا وكل شيء. ولكن اللي نجم يصير معناها اذا كانت الدوله التونسيه تسيب لي كونتون دو فيز والا التوريد حاجات من برا والا تصديرها، راهو باش تستنفع اكثر برشا وباش نبيعوا اكثر معناتها اكثر حاجات من الحاجات اللي باش نستوردوها من برا، خاطر عندنا طاقات كبيره ياسر في تونس تنجم تخدم على العالم الكل، من ديارها تنجم تخدم على العالم الكل، سواء في الانفورماتيك في الديزاين في غيره، وحتى في بعض المشاريع معناها نجموا نسوقوا خدماتنا للعالم الكل وندخلوا دوفيز اكثر من اللي باش نخرجوه من تونس. ويزيد ياكد كلامك انه فما امثله نتاع دول العربيه مشات في الخيار هذايا كيما المغرب بالضبط ومصر، والمجال معناها خلق معناها مورد كبير يعطيك الصحة، رزق ومتاع خدم. بالضبط. ولهنا اذا كان معناتها باش نكونوا احنا الدوله الوحيده اللي اذا كان باش تحل المجال هذا باش تصير لها مشاكل، العالم الكل حل المجال هذا والعالم كل يوم يتطور، بينما نحن مازلنا بالحق بعاد شويه في مجال رياده الاعمال وكل شيء. ولهنا بالحق ان شاء الله الدوله تقدم حل في الحكايه هذه باش نجموا نسوقوا خدماتنا ومنتجاتنا لبرا، والمؤكد انه باش ندخلوا عمله صعبه اكثر برشا من اللي باش نخرجوا. نجيو لهنا للصعوبات، انت حكيت لي على الايكو سيستيم، شو معنى كلمه ايكو سيستيم؟ شو المقصود به؟ الايكو سيستيم به اي باعث مشروع والا رائد اعمال في تونس والا في العالم الكل لازمه يعرف الايكو سيستيم اللي باش يدخل فيه. الايكو سيستيم هي البيئه اللي باش يتعامل معها رائد الاعمال اذا كان دخل في المشاريع، واللي لازمه يتعرف عليهم الكل، يتعرف على شنو موجود في تونس، شنو الايكو سيستيم تاعنا، شنو فيه وشنو يقدم والا وشنو حتى المشاكل نتاعو قبل ما نبدا في اي بروجي وفي اي مشروع. ولهنا المشكل الكبير اللي يعترض الشباب هي المعلومه، ما عندناش معلومه، ما عندناش تسويق للمعلومه في المجال هذايا بالصفه اللي تخلي الناس معناتها تعمل مشاريعها والا تكبر حتى في لي بروجي نتاعها من غير ما تصير لها مشاكل. تو نحن نلقاو سامحني حتى في المقاطعه تفضل نجيب، نلقاو في لي فاكولتي في الدول المتقدمه الطالب مازال يقرا في الدوزيام اني تروزيام اني تجي الشركات لقرايته ويعملوا له دي فورماسيون حتى في الايكو سيستيم وفي البيئه اللي باش يخدم فيها باش نجم يعمل مشروعه. بالضبط. ولهنا حتى في تونس معناتها فما عندنا معناها في تونس مواد يقريوها في الفاكولتي كيما الكولتور دونتربريز حاجه هكا، مي انا اطلعت على البرنامج اللي موجود فيها ما فيها حتى شيء تونسي، هو عموميات على بعض المشاريع واليات الاعمال في العالم الكل، حاجه ممكن معموله كوبي كولي على يعطيك الصحه، اللي هي ما تنجم تفيد الشاب التونسي تقريبا بحد شيء، لازم تفيدوا بحد شيء. ولهنا نرجعوا ديما فما المشكل الكبير هو غياب المعلومه. به باش نحكيو على الايكو سيستيم، اول حاجه نجموا نحكيو فيها واهم حاجه هي الدوله شنو تقدم للباعث الشاب اليوم في تونس وشنو هي المشاكل نتاعها. نحن نسمعوا السياسيين يقولوا نحن مع دعم المشاريع الصغرى ودعم التنميه، ولكن ما نعرفش اسكو الكلام هذا الحقيقه على الواقع ولا لا. احنا ديما نسمعوا ديما في دعم الشباب، في التشجيع على الاستثمار وغيره، ولكن هذا ما لازموش يكون كلام اكاهو. هات نشوفوا الواقع نتاعنا شنو فيه، معناها الدوله شنو توفر له الشاب التونسي، وشنو هي المشاكل كيف اللي تنجم تعترض الشاب اذا كان باش يعمل مشروع في تونس، في خصوص خاصه القوانين اللي تعمل فيها الدوله. به اول حاجه نشوفوا المشكل الاولاني اللي هي الجبايه والا الضريبه على المؤسسات. نحن تو عندنا في تونس كل عام عندنا قانون مالي، كل عام نعملوا قانون مالي جديد. المشكل اللي يصير انه اذا كنت تطلع على قانون الماليه هذا
باش تشوف انه التركيز الكبير ديما مش على اقتصاد الدوله وكيفاش نجموا نطوروه وغيره، التركيز ديما على الضريبه على الشركات وعلى الاشخاص وغيره. تقريبا كل عام يبدلوا حاجه جديده، وهاو زدنا هاو نحينا هاو كذا، كانه قانون الماليه ما عنده حتى هم الا الشركات كيفاش نجموا ناخذوا منها الجبايه باش نحطوا الفلوس هذيك في الميزانيه. في تونس اليوم المعدل نتاع الضريبه على الدخل على الشركات الكل هو 25% من المرابح نتاعها. معناها انت اليوم اذا كان باش تعمل 100 مليون فلوس باش تخلص لي شارج نتاعك الكل، المصاريف اللي عندك الكل على مدى عام كامل تنجم تكون 50 مليون 60 70 الكرا والضوء والماء انا برشا مصاريف. الفلوس اللي مازالت اللي باش تربحها 10 20 30 مليون هذيك باش تاخذ منها الدوله 25%. ولهنا نحكي على الضريبه خاطر فما اداءات اخرين باش نخلصوهم مع الضريبه على الدخل. الضريبه هذه تعتبر مرتفعه برشا خاصه للباعثين الشبان اللي هما ناس مازالوا كي بداوا المشاريع نتاعهم بالحق يتقلقوا على الاخر من الجبايه هذه، واللي خلات التونسي اليوم ما فماش تقريبا انا حسب تجربتي ما شفت حتى مؤسسه والا حتى تونسي يسرح بالضريبه على الدخل نتاعو بالشكل الصحيح. مش موجود. علاش؟ اذا كان باش يسرح بالصحيح تقريبا ما يبقى له حتى شيء، شو اللي يخدم على المصاريف نتاعو والبقيه للدوله، مش باش داخل حتى شيء. دونك لهنا الناس الكل تسرح بالضريبه بطريقه غالطه والا الناس الكل تتهرب وغيره. لهنا اذا كان انت تنقص له الشاب هذايا في النسبه نتاع الضريبه على الدخل تنقصها له 10 11 12%، هو لهنا يولي يتشجع وينجم يخلصهم. الحقيقه الكلام هذا سمعته من بعض الخبراء انه حتى جاء بحثنا في البرنامج وقال انه لو تخفض الضريبه على الدخل معناها حتى بنسبه 10% ولا 7% يعطيك الصح باش تخلي الناس تصرح، وممكن تكون فما اموال موارد للدوله اكثر من اللي هو موجود حاليا. بالضبط. وهذا اللي نحبه معناتها اللي قايمين على المشروع القانون الماليه يكونوا فاهمين الشيء هذا. راهو وين نهبطوا اكثر في نسبه الضريبه على الدخل وين نجموا ندخلوا فلوس اكثر. انت اليوم كي تضغط عليا باش نخلص 25%، انا مانيش باش نصرح لك التصريح معناتها الصحيح باش تاخذ 25%. الناس الكل باش تنقص على الاخر باش تخلص اقل، بينما انت كي تنقص لي تخليها كيما حكينا 10 11 12%، الناس لنا ما عادش يقلقها برشا. النسبه هذه ماهيش مقلقه برشا، وتخلي الناس الكل تسرح وتعطيك الفلوس اللي حاجتك بها، وممكن تكون اكثر برشا من الفلوس اللي باش تدخلها اذا كان انت باش تعتمد النسبه الاخرى اللي هي 25%. وليه مقارنه برشا دول مرتفعه جدا معناها مرتفعه صحيح. فما دول اخرين نراو معناتها اكثر منا يخلصوا اكثر منا شويه، ما الدوله توفر لهم. الدول اللي انت تحكي على دول مش دول معناها في طور كما نقولوا نمو ديمقراطي كما قاعدين نسمعوا نحن. الدول فما دول ديكتاتوريه صحيح، دول رايعه معناها مش سامحه للناس تستثمر. بالضبط. وهذا القانون هذا والا النسبه هذه تعرقل برشا بعض المشاريع في تونس، وتخلي حتى بعض الشباب يتخلى على فكرته الكل وقت اللي يسمع بالنسبه الكبيره نتاع الضرائب، وما حكيناش على الاداءات وغيره، وفما برشا حاجات اخرين. هذه نقطه تنجم تراعي فيها الدوله خاصه الباعثين الشبان، مانيش نحكي على كبار المستثمرين. الحاجه الثانيه كيف القوانين اللي تنجم تعرقل شويه الشباب هو الضمان الاجتماعي والا السيانسيس. المنظومه نتاع الضمان الاجتماعي في تونس كانت قبل 2001 كان كل شخص يعمل المشروع نتاعو كانت عنده حريه الاختيار، هل ما يصب على روحه السيانسيس ولا لا. معناتها هو يختار، اذا كان يحب يصب على روحه يصب، دونك بعد باش يتمتع بالروتريت نتاعو وغيره والعلاج وكل شيء. اذا كان ما يحبش والا ما هوش قادر فما حتى مشكل ما يصبش على روحه. بعد 2001 ولا الشيء هذا اجباري. معناها انت اليوم باش تحل مشروع لازمك من اول نهار حليت فيه المشروع تبدا تصب على روحك في السيانسيس اللي هي تقريبا من 200 دينار حتى المليون واكثر كل تريمستر نخلصوها. هنا فما ناس ما هيش قادر، فما ناس راهو في اول عام ولا ثاني عام ولا ثالث عام من المشروع نتاعو مازال ما عندوش مرابيح جمله السيد. دونك لهنا انت باش تضغط عليه بالضمان الاجتماعي اللي هو ما فماش علاش الدوله تاخذ فيه، هو باش يصب على روحه. هو اذا كان هو يحب يستنفع بروتريت والا غيره، الاصل انه يكون الشيء هذا اختياري اليوم ولا الشيء هذا اجباري، وينجم يتسكر المشروع نتاعك ويهبطوا لك عدول منفذين على خاطرك ما صبيتش على روحك سيناسيس.
توصل يتسكر للمشروع نتاعك. دونك هذه كيف من بين العراقيل اللي موجوده في تونس. ونرجع ديما راهو للباعثين الشبان اللي الناس بالحق ما زالت في بداية الطريق نتاعها، ماذا بها ديما باقل مصروف واقل شارج باش ينجم يوقف على ساقيه ويوصل ينجح المشروع نتاعو. هذا نحن حكينا على الايكو سيستيم، على الضريبه وعلى الضمان الاجتماعي. لهنا فما شعار مرفوع يرفعوه ليزونتربرونور، شعار ارجع غدوه. لهنا باش نحكيو شويه على على الاداريات. صحيح، على الاداريات في تونس. البيروقراطيه في تونس. البيروقراطيه اليوم باش تحل شركه في تونس. بلي خلينا نرجع شويه للعالم وكل شيء. راهو في اغلب الدول المتطوره اليوم راهو اي شخص من داره من الاورديناتور نتاعو بتليفونه ينجم يحل الشركه نتاعو، ما فيها حد شيء. تدخل لي كوردوني تولي عندك الشركه نتاعك. احنا تو 10 سنين نسمعوا في مصطلح يتعاود ويتكرر برشا، رقمنه الاداره، عصرنه الاداره، لكن الحقيقه ما فما حتى شيء منه. والله حتى ما يسالش نحن قلب حديث. واحد من الاصدقاء يقيم في الخليج بعث لي، عمل لي كابتور ديكرون على ابليكاسيون يخدموا بها. الابليكاسيون هذه فيها ما يسمى تو عندنا في تونس بالمعرف الوحيد، فيها الباسبور والبيرمي وقداش عندك في البنك وقداش عندك خطايا وشنو الماتريكول نتاع كرهبتك وشنو الرخصه نتاع كرهبتك. حتى كي تمشي تخلص جوست تعدي التليفون على باري تخلص وتخرج. يعطيك الصحه. هذا نحن في تونس تمشي تعدي 3 ايام باش تاخذ معناها شهاده مطابقه للاصل وليغاليزي وتمشي للاداره الفلانيه والاداره الاخرى. يعطيك الصحه. دونك لهنا اذا كان باش نحكيو على تكوين الشركات في تونس، معاناه تكوين الشركات، معاناه كبيره بالحق. معناها يا اما باش تصرف برشا فلوس اذا كان باش تعطي المختص محاسب وغيره باش يخدم لك الخدمه، والا باش تعاني برشا. علاش؟ خاطر لهنا بايجاز، خاطر الحكايه تشد شويه وقت، باش نشوفوا بايجاز شنو لازمنا نعملوا باش نحلوا الشركه في تونس. اول حاجه نعملوها لازمنا نشوفوا مقر. هذا قبل كل شيء. معناها راهو ما نجموش في تونس نعملوا حتى مشروع الا ما يكون عندك مقر. معناها تمشي تكري والا تشوف معناها كيفاش يكون عندك مقر، يا اما تملك يا اما تكري به. المقر هذا تمشي تكري. دونك لهنا عندك العقد الكراء اللي باش تاخذه من عند الملاك وباش تمشي للبلديه لازمك تعرف وكل شيء. بعد باش تاخذ نسخ من عقود الكراء باش تعدل القباضه باش تسجل عقد الكراء لهنا وتخلص بيان سور باش تخلص عليه فلوس. بعد ما يحضر عقد الكراء نتاعك كيف عندنا البنك قبل سامحني البنك فما الستاتيو جوريديك، القانون الاساسي للمؤسسه كيف باش تعطيه المختص باش يخدموا لك مش برشا فلوس، ما باش يتكلف لك شويه فلوس ويشد شويه وقت. كملت لهنا القانون الاساسي باش تعدل للبنك باش تحل الكونت بانكير للمؤسسه نتاعك اللي كيف باش تشد لك نهارين 3 ولا حتى اكثر. بعد ما نحلوا الكونت بانكير نتاعنا باش نتعداو للقباضه باش نسجلوا القانون الاساسي هذا. ثم كنا قبل تو انت تحكي ربما اللي يتفرج فينا عنده فكره بعث مشروع باش يبطل. هو لهنا نحن الحقيقه نشجعوا. صحيح فما صعوبات، مي انا نشجع على بعض المشاريع على خاطر بالحق لا مجال للمقارنه خاصه في تونس بين انك تكون صاحب مشروع عندك ستاتيو نتاع صاحب مشروع وحدك والا تخدم في البريفي ولا حتى في الوظيفه العموميه، لا مجال للمقارنه مع حتى الصعوبات اللي موجودين. دونك باش نلخصوا خاطر الحكايه كيما حكيت لك معناتها طويله شويه. باش تعدل المحكمه وباش يرجع للقباضه وباش يرجع للبنك وغيره باش تشد مينيموم جمعتين 3 وهو ماشي جاي. وباش نرجع لك الموضوع رقمنه الاداره اللي عملنا شويه حاجات في تونس في 2019. عملنا ما يسمى بالسجل الوطني للمؤسسات اللي هو موجود توا سيت اون بلاتفورم اون ليني اللي تعاوننا على بعض المشاريع. به الجديد لهنا انه اي شخص باش يعمل ان بروجي قبل ما يبدا فيه لازم يسمي الشركه نتاعو اللي يسمي هالمشروع نتاعو يعطيه تسميه، وهذا مطلوب وحاجه باهي باش انا غدوه ما نجمش ناخذ الاسم نتاع الشركه نتاعك ونعملوا غيره. لهنا اذا كان انت باش تدخل تسمي الشركه نتاعك شركه الصقر الاسود مثلا شركه الصقر الاسود، لهنا لازمك 3 اسامي، تختار 3 اسماء. اذا كان الاولاني فما شكون عامله دونك انت الصقر الاسود والصقر الاحمر والصقر الاصفر يعطيك الصح باش تختار 3 اسماء نورمالمون بلاتفورم نيميريك يطلع لك كي تمشي تعمل ايميل في جيميل ولا في ياهو ولا حاجه يقول لك سو نون ني با ديسپونيبل على البلاصه. هذا مش موجود. لا كيفاش انت باش تعمل مطلب باش تحط فيه الاسماء اللي حاسك بهم للشركه نتاعك 3 وباش تبعثوا وتستنى. قداش تقعد تستنى؟ والله باش ما نبالغوش
بين ساعتين، ساعات يجاوبوك في ساعتين لشهر. ساعات هذه بلاتفورم نيميريك يعطيك فوالا ساعات نجم شهر انت بعثت اليوم بعد شهر يجاوبوك، وكي يجاوبوك ينجموا يجاوبوك بالرفض. معناها 3 سنين يعطيك الصحة، راهم 3 سنين هذوما موجودين اللي كنا نجموا نحلوها المشكلة هذيا كيما يعملوها في الانفورماتيك في لي نون دو دومين. تدخل نون دو دومين نتاعك يخرج لك هل هو موجود. يعطيك الصحة، هل الاسم هذا موجود ولا لا؟ نحن في تونس لا، لازمك تبعث وتخلص فلوس على كل حجز نتاع تسمية باش تخلص فلوس وتستنى. اذا كان باش يترفض باش تعاود تصب فلوس وباش تعاود تبعث وتستنى. معناها فما عباد وصلت 3 و4 شهور باش يسمي الشركه نتاعو، مازال ما بداش في حد شيء، يعمل 3 4 شهور يستنى في التسميه. ولهنا رقمنه الاداره هنا كانه الدوله تشجع على انه الانسان يخدم بطريقه غير قانونيه. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. ولهنا نورمالمون نحن كي نعملوا حاجه رقميه علاش نعملوا فيها؟ باش نسهلوا على الناس معناتها كيفاش يحلوا المشاريع نتاعهم، وكيف كيف باش نختصروا الوقت نتاع المشي والجاي والادارات وغيره. لهنا كيما حكيت لك راهو فما شكون نعرف شخص معناها بقى 3 شهور ولا 4 شهور باش وصل عمل حجز التسميه اللي هي اول ايتاب نجموا نعملوها، مازال ما بداش في الحاجات الاخرين الكل اللي هي مشكله كبيره برشا الحقيقه، وان شاء الله يكون فيها حل. احنا نطلبوا هو الحل موجود، نتصور زوج حلول، معناها تغيير المنظومه القانونيه يعطيك الصح والحاجه الثانيه اللي هي معناها الرقمنه يعطيك تمشي في الخيار نتاع وماشي حاجه مستحيله. معناها الدوله نتصور قادر انها تجيب 20 انجينيور انفورماتيك تحطهم في اداره مع بعضهم وتعمل سيرفر وتطور هذا الكل. ينجم هو الحل موجود وسهل، ربما المشكل في العقول نتاع المسؤولين. ينجم يكون لهنا ما نعرفوش بالحق وين المشكل، خاطر انت خسرت لهنا وعملت بلاتفورم اون ليني ومن بعد تخلي نفس المشاكل اللي كانوا قبل ولا مشاكل اكبر منهم. لهنا يبقى السؤال مطروح للي عملوا البلاتفورم هذه، شنو هو الهدف منها؟ فما شكون اليوم يتساءل انه نجم يكون الهدف منها انه الدوله تجمع منها الفلوس، خاطر انت باش تسجل هنا مرتين وثلاثه واربعه وخمسه وفي كل مره باش تدفع نفس المبلغ. معناها مش مبلغ واحد تسجل مره واحده باش توصل تاخذ الاسم، انت كل مره باش ترفض باش تعاود تدفع فلوس. نجم تكون هذا كيف داخل في الضرائب اللي ناخذوا فيهم، انت باش تخلص الضرائب قبل حتى ما تبدا المشروع نتاعك. هذا من بين المشاكل اللي نواجهوا فيها اليوم، وما زلنا بعاد برشا على الرقم الحقيقه، ما نجموش نحكيو عليه في تونس في حكايه رياده الاعمال، بعد على الاخر. هو المشكل انت تو تقول ما زلنا بعاد وتجي تشوف يعني للمطلع على الحقيقه تلقى دول افريقيه كانت تعاني من حروب اهليه عندها 10 سنين التالي، معناها قدمت اشواط كبيره في الرقمنه وهربت بينا هروب. انا نحكيو على رواندا، نحكيو على تنزانيا، على برشا الدول الاخرى. صحيح. لان نجي بيك الحديث على البنوك، نحن حكينا على الايكو سيستيم على الدوله. البنوك، البنك في نورمالمون من الاصل هو وسيله من وسائل الاستثمار، معناها يعطيك الصح، يشجع على الاستثمار. بالضبط. باهي، اذا كان اليوم باش نحكيو على البنوك في موضوعنا اللي هو رياده الاعمال في تونس، ما نجمو نحكيو اكثر حاجه كان على بنك التضامن او البي تي اس. علاش فما شكون باش يتسائل علاش نحكيو كان على البنك هذه؟ باهي، لانه البنك هذه مختصه فقط في تمويل باعثي المشاريع، معناها هذا هو اختصاصها. البنك هذه ما تنجمش تحل فيها كونت بانكير عادي، معناها جوست الاختصاص نتاعها انه تمول الشبان في تونس. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي البنك الوحيده في تونس اللي تنجم تعطيك والا تمولك من غير ضمان، من غير لا تجيب شكون يضمن فيك، من غير لا رهنيه لا حتى شيء، على خلاف الشركات الاخرى اللي كيما ما نعرفش زيتونه تمكين غيره اللي يلزم كلهم المؤسسات التمويليه يلزم ضامن، المؤسسات التمويليه الاخرين الكل لازم فما ضمان، لازم فما ضمان. دونك هذه المؤسسه الوحيده كما حكينا مختصه في المشاريع. المشكله نتاع انه تونسي الفقير اللي يحب يصعد في السلم الاجتماعي واللي ما عندوش لا دار لا ملك لا خلى له بوه شيء، ما ينجمش يدخل عالم الاستثمار. وربما شوف باش نحكيو هو ينجم، خاطر علاش سالتك على الغرب. في الغرب نلقاو رواد اعمال كانوا فقراء صحيح، ولاو دارشي ملياردير. صحيح. غادي تنجم الدوله تستثمر فيهم، تنجم منظمات يستثمروا فيهم، ينجموا رجال اعمال يستثمروا فيهم وغيره. ونحن تقريبا كما كنت نحكي المؤسسه مش الوحيده، ما اكثر مؤسسه معناها مختصه في تمويل المشاريع هي البي تي اس. علاش نرجعوا ديما من غير ضامن؟ اثنين، هي مؤسسه عموميه،
وثلاثه تقريبا التو نتاع الانتيري نتاعها والا الفائض نتاعها هو اقل تو موجود في تونس. تصور حتى هي دخلت فما معامله جديده تتعامل بالمرابحه في بالي. اي صحيح، تو نحكيو فيها حكايه المرابحه هذه بعد شوي. به الحاجه الاخرى اللي موجوده في بنك التضامن ابار معناها اللي هي ما تطلبش ضامن، ما تطلبش عليك اوتو فينانسمون والا تمويل ذاتي. معناها انت تنجم ما تجيب حتى شيء تاخذ مشروع نتاعك كامل من عند البنكه هذه، ولكن البنكه هذه فيها برشا مساوئ نشوفوهم بالحاجه معناها. من بين اهم المساوئ اللي موجودين في البنكه هذه واللي هم يضحكوا ساعات انه تفرض عليك المشروع يكون في مجال قرايتك. هذه مشكله كبيره برشا. علاش؟ عندنا برشا اختصاصات في تونس ما نجموش نعمل فيهم مشاريع. ناخذوا على سبيل المثال ناخذوا مثلا واحد قاري قانون، قاري دروا، شنو نجم يعمل؟ يحل المحكمه ما نجم يعمل حتى شيء، ما نجمش، ما فماش مشروع في مجاله اللي نجم يعمل. ابار هو معناتها برشا تشجيع تو انت على الاستثمار. كي نجيو نشوفوا الناس اللي عملت استثمارات كبيره مش في دومين يعطيك الصحه. تو سويتش الناس تعمل في السويتش معناها يخدم تلقاه سنين محامي ولا استاذ يغير يحل شركه في مجال اخر. في العالم الكل في العالم الكل الناجحين والكبار ورواد الاعمال ما همش ناس عملوا مشاريع في المجال بالضبط. دونك لهنا اذا كان انت باش تفرض عليا باش نعمل مشروع في مجالي كما كنت نحكي عندنا برشا اختصاصات ما نجموش نعمل فيها مشاريع، كيما اللي قاري دروا، كيما اللي قاري عربيه، كيما اللي قاري فلسفه، كيما اللي قاري تاريخ وغيره. برشا حاجات. هذه اول صعوبه. دونك لهنا نجم انا نكون قاري دروا ما عندي غرام في حاجه معينه ولا نجم نبيع حاجه معينه ولا نجم نصنع حاجه اخرى. دونك لهنا ما عندكش الامكانيه انك تاخذ الفلوس اللي تحب عليها من البنكه هذه اول صعوبه. الحاجه الثانيه كيف ولا المشكله الثانيه اللي موجوده في البنكه هذه انه هي باش تفرض عليك مزودين كونفونسيوني معها هي. معناها انا اليوم باش ناخذ البيرو هذا عن طريق بنك التضامن لازم المزود نتاع البيرو يكون عامل كونفونسيون مع البنكه هذه باش نجم ناخذ من عندي باش تخلصوا من بعد تخلصوا البنك. به المشكله هنا شنو؟ مش في الكونفونسيون مي المزودين اللي يخدموا مع البي تي اس الكل الاثمان تقول انت في السعر بالضبط الثمن نتاع الحاجات هذه. هو المزود يمشي في باله الدوله باش تخلصه، هو يعرف بنك التضامن باش يخلصه هكا ولا لكن على كاهلك يعطيك الصحه بالضبط. دونك لهنا البيرو هذا هو يبيع فيه بمليون، اذا كان انت باش تشريه عن طريق البنك هذه باش يولي بمليون ونص. هنا علاش نرجعوا ديما هو في مخه الدوله اللي هي باش تخلصه، ولكن راهو الباعث الشاب هو اللي باش يخلص المبلغ هذاك وباش يخلصه معاه فائض، معناها باش يوصل يتكلف له 2 ملايين. البيرو اللي هو في الاصل سومه مليون. هذه زاد مشكله كبيره برشا. الاصل هنا انه بنك التضامن صحيح تعمل دي كونفونسيون مع مزودين، اما تحاول تفرض عليهم اثمان اقل من الاثمان اللي بيعوا بها. انت باش تشجع لهنا الشباب نورمالمون في الكونفونسيون اللي باش تعملها تختار اقل الاثمان يعطيك الصحه. نورمالمون اي حاجه باش نشريها على بنك التضامن يكون سعرها اقل من السعر اللي يبيع به للعموم. هذا اذا كان بالحق نحبوا نشجعوا الشباب، ولهنا يخلي المشروع اللي انت كنت نجم تعمل بفلوس مثلا ب 10 ملايين باش تعملوا عن طريق البنك هذه باش يوصل 20 مليون. هذا ما حكيناش على الفائض لهنا، ما حكينا على حتى شيء. باهي هذوما زوج مشاكل في المؤسسه هذه في التمويل. باهي فما مشكله اخرى كيف اللي هي الفائض في حد ذاته. عندنا راهو نسبه كبيره من التوانسه اللي هو ما يتعاملش لا بالربا لا بفائض لا بحد شيء. علاش الدوله ما خمتش في الناس هذوما؟ واصلا بنك التضامن هو مجعول مش ربحي، مش مؤسسه ربحيه، مش مؤسسه ربحيه، واغلبيه تمويلاته معناها تجي في شكل هبات من منظمات من برا. ما فماش علاش تزيد تفرض على الشاب هذاك نسبه اخرى من الفائض. اول حاجه انت لهنا باش تصعب عليه بشويه المونطون اللي باش يرجعوا اكثر من المونطون اللي خذاه. ثانيا فما عباد ما يساعدوش والا ما يحبش ياخذ قرض بفائض. لهنا زاد كيف مشكله كبيره، ان شاء الله يكون فما حل للمشكله هذه. خاطر لهنا صحيح عاملين هما تمويل اسلامي جديد اللي هو المرابحه الاسلاميه، ما فيها برشا اخطاء. معناها ما نجموش نسميوها تمويل اسلامي وما نجموش نسميوه حتى مؤسسه في تونس تعمل في تمويل اسلامي، هذا مش موجود.
نشوفوا في الاسماء، نشوفوا في كل شيء عده بنوك معناها اسلاميه، ولكن التمويل الاسلامي في تونس فيه برشا اخطاء اللي تخليه ما يرتقيش للتمويل الاسلامي. ولهنا تنجم البنك هذه بالهبات اللي تاخذ فيها من برا تعطي قروض للشباب من غير فائض، لهنا تحل برشا مشاكل. خاطر انت اذا كنت خاصة المشاكل تو اللي نعيشوا فيها عندنا زوج مشاكل كبار اللي هما الحرقه والاضرابات، والناس اللي قاعده معنا تو في شتاء ساخن المده هذه. صحيح، واللي هي نسبه كبيره من الناس ما يساعدوش انه ياخذ القرض هذا بفائض، دونك ما عنده حتى حل وما ينجمش يعمل مشروع في تونس وما ينجمش يقدم. لهنا خلينا نلخصوا في 5 دقائق ممكن اللي تبقاو من وقت البرنامج. نحن حكينا على الصعوبات، حكينا على تعريف ريادة الأعمال، حكينا على بعض القوانين ستارت اب اكت، على بعض المشاريع ربما اللي نجحت في تونس. أنت كمستشار في بعث وإدارة المشاريع في 5 مينوت شنو نصيحة اللي تنجم تقدمها للشاب ربما اللي يقرأ في الفاكولتي تو واللي يشوفها مسكرة قدامه؟ معقول. به شوف، أول حاجة التيتر الكبير اللي أنا نشجع على بعض المشاريع، وكما حكينا بكري لا مجال للمقارنة معناتها بين شخص عنده المشروع نتاعو الخاص وبين شخص يخدم في وظيفه والا في اي مؤسسه كانت، لا مجال للمقارنه في المداخيل نتاعو في حريته وغيره. دونك راني نشجع الناس الكل باش تعملوا المشاريع نتاعهم، ولكن اللي نحب نوصله انه ماهوش ساهل. راهو بعض المشاريع ماهوش حاجه سهله كما تتخيلها. انت تحب تعطي صوره رياليست، صوره واقعيه. يعطيك الصحه. انا نحب نحكي على الواقع التونسي في رياده الاعمال، خاطر لهنا الاغلبيه ياخذوا في معلوماتهم من برا ولا من لي شين يوتيوب نتاع دي زونتربرونور في العالم اللي هذاك الكل ماهوش موجود في تونس الحقيقه. دونك ننصح اول حاجه الناس اللي اي واحد يخمم باش يعمل ان بروجي لازم يعمل تجربه مهنيه قبل ما يعمل المشروع نتاعو. ما يسالش يمشي يجرب. انت تحب ما نعرفش تعمل مشروع في النجاره برا، امشي اخدم 6 شهور عام مع نجار وشوف باش تفهم اكثر. يعطيك السيستم نتاع النجاره بالضبط، باش تفهم الواقع نتاع النجاره في تونس، باش تفهم المزودين الناس كيفاش تخدم، كيفاش تتعامل، المارج نتاع الربح اللي موجود، اسكو فما مارشي ولا ما فماش. هذا الكل معناها انت مع الفكره نجيب مع الفكره انه الشاب التونسي الطالب التونسي اللي متخرج، خاطر نحن تو العقليه هي عقليه وثقافه منتشره، يحب يتوظف مباشره ويحب الشهاده نتاعو يحطوه يخدم التعبير المشهور مسمار في حيط. بينما قليل اللي مثلا يمشي يجرب ويدخل منه ويدخل في دومين، وحتى في دومينات خاطر قرايته باش يكسب ثقافه نتاع السوق. بالضبط. هنا انا ما نجمش نحكي على رائد اعمال ما جربش مره واثنين وثلاثه وخدم يعطيك الصحه وفشل وعاود وصلح وتعلم. لهنا باش توصل بالحق تعمل المشروع نتاعك في تونس. دونك نرجع راهو ما هوش سهل، لازمنا نجربه. انت باش تعمل بروجي ما يسالش تمشي تخدم 6 شهور ولا عام، تفهم السوق اكثر، تفهم كل شيء حاسيله اللي تابع البروجي نتاعك. ننصح كيف انه نجرب ونبيعه. جرب بيع. يعني تحب تعمل ان برودوي مش تمشي تاخذ ماكينات وتاخذ 100 الملايين وبعد تروح فيهم. جرب بيعوا البرودوي، خذوا حتى من عند ماركه اخرى وبيعوا. جرب اسكو فما سوق ولا انت تنجم تسوق ولا ما تنجمش. حط على نتاعك مثلا جرب شوف. فوالا يعطيك الصحه. جرب شوف انت تنجم تبيع ولا ما تنجمش. ولهنا باش تخليك النقطه هذه التجربه نتاعك سواء معناتها باش تكون في مؤسسه باش تخدم فيها 6 شهور ولا عام، ولا باش تجرب تبيع ولا تعمل فونت اون ليني، باش تخليك تقرر هل تعمل المشروع هذا ولا لا. والحاجه الثانيه باش تنقص من الريسك نتاع الفشل. ما نجيش انا اليوم تخرجت اليوم غدوه نمشي نعمل المشروع نتاعي ما عندي حتى فكره لا على ايكو سيستيم لا على مارشي لا على حتى شيء. دونك لهنا راهو الريسك باش يكون اكثر برشا ونجموا نفشلوا. وراهو معناتها باش ما نفجعكمش معناها راهو نسبه الفشل نتاع المشاريع في تونس وصلت 80%، وهذا يرجع للدوله والبنوك وفي نفس الوقت للباعثين الشبان اللي من غير تجربه. فهمت؟ وثم عبيد اللي تتبع في غرامها. الغرام كيف فيه معناها فيه وعليه. معناها انا نتبع غرامي في حاله واحده اذا كان غرامي عنده مارشي في تونس. معناها ما نجمش انا نتبع غرام في حاجه معينه ولا في بروجي معينه اللي ما فماش حتى تونسي ينجم يشريه. دونك لهنا الغرام كيف الحد نتاعو انه لازم يكون عندنا مارشي في تونس. دونك باش نلخصوا، انا راني نشجع على بعض المشاريع، ماذا بينا الناس الكل تكون بالمشاريع نتاعها باش نسهلوا اكثر معناها باش نقصوا من البطاله اللي موجوده في تونس، باش ندخلوا اكثر فلوس وغيره. ولكن راهو لازمنا نتعلم، لازمنا نحضروا دورات تكوينيه، لازمنا نجربوا ونخدموا
لازمنا نفشلوا، لازمنا نطيحوا، لازمنا نتعلموا ونجربوا برشا مرات باش نوصلوا ننجحوا المشاريع نتاعنا. هذا هو. شكرا لك سي نجيب الحاجبي، مستشار في بعث واداره المشاريع، وانت اونتربرونور معناها في نفس الوقت. بالضبط. شكرا لك مره اخرى. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي هذه الحلقه، نشكركم على المتابعه، دمتم في حفظ الله، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.